اي امراه او شابه وصلات 24 26 الى 30 وما تزوجات باقا كترفض الازواج، غيكون عندها مشكل مستقبلا. وحده جلست معها مؤخرا عندها 41 سنه، عرفتي اش قالت لي؟ كلام مؤلم يدمي القلب قبل العين. قالت لي بغيت شي واحد في علاقه شرعيه، ولو هذا اختيار غير ممكن في الاسلام لان ميثاق الزواج مبني على التأبيد. قالت لي ولو يبقى معايا حتى نولد ويمشي بحاله. زعما بغيت ولد شرعي، بغيت ولد في الحلال. تصور قالت لي بغيت نسمع ماما. ماما راه نداء الفطره. اي امراه رافضه الزواج ماشي عاديه. نرجعوا لعلم النفس سيدي الياس. اي واحد تيكره شي حاجه اللي كيحبوها الناس ماشي عادي. اللي كيكره الدراري الصغار هذا عادي. اللي كيكره المال هذا عادي. اللي كيكره الزواج وتكوين اسره وابناء هذا عادي. اي بنت الداخل ديالها في الكيان ديالها الداخلي كاين واحد النداء سميتو ماما. واي ولد كيف ما بغى يكون اي ذكر شاب صغار ولا كبار الا كاين لداخل شي احساس عنده ديال الابوه، ايوا كيطفيه ديك الامور اللي قلنا قبيله بديك الاسباب، وهي كتخبروا عاوتاني للحظه لهذيك. ولكن ملي كتوصل 45 و50 يدق ناقوس الخطر، كيولي الاكتئاب، كتولي العزله، كيولي التشاؤم، كيولي الانسيابيه في هذا في المحرمات وتولي الانحراف الفكري، وربما نسال الله العافيه كيقدر يوصل لامور اخرى. كاين امور اخرى يعني الانتحار.